السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، شو أخباركم؟ اليوم عندنا فيديو مختلف تماما عن أي فيديو شفته قبل. أغلب الناس من يسمعون كلمة هاكر يتخيلون شخص لابس هودي أسود قاعد بغرفة مظلمة والشاشات كلها أكواد خضراء. بس بالحقيقة هذا مجرد جزء صغير جدا من الصورة. بعالم الأمن السيبراني أكو أنواع هواي من الهاكرز، وكل نوع عنده أهداف وطريقة عمل ومستوى خطورة تختلف عن الثاني. اليوم راح نرتبهم من الأقل خطورة إلى الأخطر، وكل ما نتقدم بالقائمة راح تكتشف معلومات يمكن أول مرة تسمعها. وبنهاية الفيديو راح تعرف ليش آخر نوع نعتبره كثير من الدول من أخطر التهديدات الإلكترونية. فإذا أنت مهتم بالأمن السيبراني جهز كوب الشاي أو القهوة ولا تطلع من الفيديو، لأن كل دقيقة بمعلومة راح تفيدك. راح نبدأ من النوع الأول اللي هو سكريبت كيد نسميه احنا. هذا مو هاكر محترف، وانما شخص يستخدم ادوات جاهزة وبرامج سواها غيره، غالبا ما يعرف شلون تشتغل هاي الادوات من الداخل، ويعتمد على الشروحات او النسخ واللصق. هواي ناس يبدون من هاي المرحلة اللي هي سكريبت كيدز، تمام، ويبدون من الفهم من دون استخدام ادوات. يعني بكل اختصار هذا الهاكر، او ما نسميه احنا هاكر لان هو جدا مبتدئ. هذا شو يسوي؟ وظيفته الاساسية انه يجيب الاداة مثلا من الجيت هاب، راح يجي يلصق الاوامر ويشغل بدون ما يفتهم البنية التحتية للاداة ولا شلون تشتغل ولا وظيفتها. مجرد كل اللي يعرفه انه يشغل الاداة. ننتقل إلى الهاكر الثاني اللي هو الهاكر الأخلاقي. النطق احنا نسميه وايت هات هاكر. هذا هو الشخص اللي يشتغل بإذن من الشركات أو المؤسسات حتى يختبر حماية أنظمتهم ويكتشف الثغرات قبل لا يشتغلها شخص خبيث. شغله قانوني، وهذا هو المسار الصحيح إذا تريد تدخل مجال الأمن السيبراني. راح ننتقل للهاكر اللي بعده اللي هو الهاكر الرمادي او جراي هاكر. هذا بين الاسود والابيض. مرات يكتشف ثغرات بدون تصريح وبعدها يبلغ عنها او ينشرها عن الشركات اذا تجاهلوا الثغرة وما صلحوها. يعني هذا وظيفته الاساسية، انه هو يكتشف ثغرة ومندمج بين الهاكر الاسود والهاكر الابيض، يعني يشتغل على الحالتين. بعدين راح نعرف شنو هو الهاكر الاسود او البلاك هات. هذا وظيفته انه يكتشف الثغرة، بعد ما يكتشف الثغرة يبلغ عليها. بلغ عليها، اذا الشركة تجاهلت البلاغ هذا راح يستغل الثغرة وينشرها. تمام. الهاكر الناشط نسميه هاك فيست. هذا يستخدم مهاراته الإلكترونية حتى يدعم فكرة أو قضية سياسية أو اجتماعية. هدفه عادة يوصل رسالة أو يعبر عن موقف، مو بالضرورة يحقق ربح. تمام. هذا بكل اختصار انه هو يتعامل مع الدول، مثلا مثل قضية فلسطين. هذا الشخص راح يكون مشارك بهاي القضية حتى يوصل الفكرة عن هاي القضية والناس تبدأ تساهم معه. راح نبدأ بالهاكر الداخلي، وراح نبدأ من الأعلى خطورة إلى أخطر هاكر اللي هو الهاكر المدعوم. الهاكر هذا الداخلي اللي هو انسايدر ثريد. هذا الهاكر هذا أخطر من كثير من المهاجمين الخارجيين، لأنه أصلا داخل الشركة أو المؤسسة وعنده صلاحيات وصول. إذا اشتغلها بشكل سيء أو صار خطأ منه ممكن يسبب أضرار كبيرة أو يسرب بيانات مهمة. يعني هذا الهاكر راح يكون مع الشركة داخل الغرفة اللي يجتمعون بها القادة اللي موجودين داخل الشركة اللي يسيطرون على الشبكة. تمام. هذا الهاكر راح يكون داخلها، وهذا وظيفته حماية البيانات، واي خطأ ممكن يؤدي الى تسريب جميع بيانات الشركة. راح ننتقل الى اعلى مستوى خطورة، او اللي هو المستوى الهاكر الاسود. النطق بلاك هات هاكر. هذا هو المهاجم اللي يخالف القانون ويستغل الثغرات، واحنا نسميه مخرب، حتى يسرق بيانات او ينفذ عمليات ابتزاز واحتيال ويسبب اضرار للانظمة. هذا النوع هو الاغلب الناس يتخيلوه من يسمعون كلمة هاكر. هذا اخطر هاكر من بعد ذول الهاكرات الاثنين. هذا بيتواجد بالدارك ويب، منتديات إجرامية، شبكات خبيثة، خوادم مجهولة. هذا الهاكر اللي هو يخرب واللي هو اللي يدمر واللي يبتز العالم ويدمر الشركات. راح ننتقل إلى ثاني أخطر هاكر، عصابات الجريمة الإلكترونية، Organized Cyber Crime.
هذولا مو شخص واحد، وإنما مجموعة منظمة وكل فرد عنده مهمة محددة. أكو اللي يطور برمجيات خبيثة مالوير، وأكو اللي ينفذ عمليات احتيال أو ابتزاز، واكو اللي يدير الأموال يشتغلون بتنظيم عالي يشبه الشركات لكن خارج القانون. يعني هذا العصابة كاملة أو نسميهم تيم، راح يجتمعون كلهم حتى يدمرون هدف معين أو شركة معينة. يتواجدون بالدارك ويب، بالسوق السوداء، منتديات مغلقة، قنوات مشفرة. راح ننتقل إلى أخطر هاكر بالعالم، اللي هو الهاكر اللي مدعوم من الدولة، ستيت سبونسر هاكر. هذا يعتبر من أخطر الأنواع الهاكرز، يشتغل ضمن جهات مرتبطة بدول أو مؤسسات حكومية، ويمتلك موارد وخبرات متقدمة جدا، بحيث هذا الهاكر تلقاه خبرته أكثر من 20 سنة بالمجال، وجدا جدا متقدم، ويكون هاكر محترف ويعرف جميع الأساليب. وتكون مهامه هذا الهاكر يجمع البيانات ومعلومات أو حماية لغرض الحرية أو تنفيذ عمليات إلكترونية مرتبطة بمهامه الرسمية. وهذا يعتبر من خبراء الأمن ومن أكثر الخصوم تطورا. وبالنهاية، إذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى تدعمني بلايك واشتراك، واكتب بالتعليقات أي نوع من الهاكرز كنت تعرفه قبل هذا الفيديو. ونلتقي بفيديو ثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.